المحكمة الرياضية تقضي بأحقية النادي الأهلي بالدوري. عايز تعرف الحكاية؟ تعالى أنا أقولك الحكاية. لايك وفولو وشير الفيديو. السنة اللي فاتت الأهلي كان بيلاعب الزمالك وانسحب. كانت في اللائحة ساعتها تقولك يتخصم 3 نقاط. اتخصم 3 نقاط فقط. إنما السنة من كام سنة برضه كان الزمالك برضه انسحب قدام الأهلي واتخصم من عنده 6 نقاط. لأن اللائحة اتغيرت السنة اللي فاتت. ولما كان الفرق ما بين الأهلي وبيراميدز نقطة، بيراميدز اعترضت، لا احنا عايزين نخصم 6 نقاط، والاهلي ساعتها اخد الدوري فرق نقطه للاهلي. بيراميدز ما سكتتش، رفعت القضيه للمحكمه الرياضيه الدوليه. المحكمه الرياضيه الدوليه امبارح كان الحكم وقالت بحقيه النادي الاهلي. مش كده بس، وغرامه 3000 فرنك سويسري على بيراميدز. اتوقع ان هذه سوف تبقى القشه التي قسمت ظهر البعير، بمعنى ان ممكن بسبب القضيه دي بيراميدز السنه دي تقع في الدوري. اتوقع كده عادي جدا، اي حاجه بتحصل. ممكن يقول لك ده كان مستوى الاهلي بسبب كده، بس ما اظنش. انت رايك ايه؟ اكتب لي رايك في الكومنتات وشير الفيديو، متنساش اللايك. سلام.